جميع اللاعبين في المباراة الأولى، لكن من خطف الأنظار أكثر هو اللاعب ياسين جسيم. صنع هدفا وسجل هدفا ثانيا بعد صناعة من عثمان معمة، اللي ننتظر منه أيضا أن يكون مميزا كعادته في الأطراف. هذه الكرة العرضية فيها تغطية دفاعية. بعد ذلك البرازيل التي تعادلت في المباراة الأولى أمام المنتخب المكسيكي بنتيجة هدفين مقابل هدفين. شاهدت المباراة، البرازيل كتنشيط هجومي يبقى جيد، ولكن عنده بعض الاختلالات الدفاعية. وأتمنى أن محمد وهبي، وأنا على يقين بأنه تابع لقاءات البرازيل، تابع اللقاء الماضي بين البرازيل والمكسيك ودقق في نقاط القوة ونقاط الضعف، سيشتغل كثيرا على هذه النقاط. لكن الأهم ما يهمنا نحن نعم هو الحفاظ على نفس الروح، نفس الأداء، نفس الثوابت، نفس الركائز، نفس طريقة اللعب. صحيح اليوم البرازيل كاسم قوي جدا، ولكن أيضا ستكون لدينا من الجرأة والقوة والاندفاع وأيضا التركيز من أجل الإطاحة بالمنتخب البرازيلي. هذا هو رامون وبنر مدرب منتخب البرازيل. على فكرة هذه ثاني مباراة تجمع بين المنتخبين في بطولة العالم للشباب. المباراة الوحيدة التي دارت بين المغرب والبرازيل كانت في مونديال 2005 في مباراة تحديد المركز الثالث. آنذاك البرازيل في هولندا تمكنت من الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد. مشاهدينا الكرام، في بطولة توج من خلالها المنتخب الأرجنتيني باللقب. تمشي الكرة لعناصر المنتخب المغربي، استلام عن طريق اسماعيل بختي، اسماعيل باعوف على الطرف الايمن. هذا هو علي معمر، ينقل الكره للاعب ياسين خليفي. ياسين يتدارك، يستعيد الكره، يعيد لاسماعيل بختي. هل سيتكرر سيناريو المباراه الاولى؟ ماذا اقصد هنا؟ الضغط مع البدايه من جانب المنتخب المغربي، البينيه ممتازه في اتجاه الزبيري ولكن اقرب اليها حارس المرمى هنا اوتافيو. لاحظتم بان الكرات البينيه تكون في منتهى الخطوره على دفاع المنتخب البرازيلي. تمريره محكمه في اتجاه اللاعب الزبيري، لكن الاسرع والاقرب كان هو حارس المرمى اوتافيو، بينما الصافره تاتي من حكم المباراه كيلور إيريرا فيالوبوس. خطأ على مستوى التمرير، انطلاقه من ياسين شوط ياسين وفي خطأ. نعم، الخطأ ياتي على مشارف منطقة الجزاء. هنا كرة مهمة جدا، هنا ضربة حرة قريبة من مرمى الحارسي اوتافيو. هذه الإعادة مرة أخرى، تمريرة خاطئة، بداية مبشرة وبداية مشجعة وبداية فيها تركيز وفيها جرأة وفيها اندفاع وفيها هجوم. هذا هو جسيم، هذا هو ياسين جسيم. ننتظر نفس الأداء يا جسيم، ننتظر نفس الإيقاع يا جسيم اللي كان صاحب الجائزة كأفضل لاعب في المباراة الماضية أمام المنتخب الإسباني. ستلعب الضربة الحرة إذن، من سيتكلف بالتنفيذ؟ هذا هو ياسين جسيم لاعب نادي دنكرك الفرنسي. سنتابع من سيسدد، هل هو حسام الصادق؟ ننتظر عثمان معمة، سعد الحداد، الصادق. أعرف بأن الصادق اللاعب الذي طبعا يتقن التسديد من هذه الوضعية، لكن أيضا في سعد الحداد، في كذلك لاعب ياسين جسيم. أتصور بين سعد وحسام الصادق، بين سعد وحسام الصادق في هذه الكرة. الآن يتم تشكيل الجدار، حكم سيعطي إشارة ترفيه بين الصادق كما توقعت والحداد. سعد الحداد يسدد، ولكن ترتطم بالجدار. عائدة مرة أخرى مغربية عن طريق جسيم، يتحصل بعد ذلك على التماس. إذا ما وضعنا مقارنة بين مباراة اليوم ومباراة الماضية، يعني نفس السيناريو الذي نشاهده، بداية ومبادرة مغربية مع الدقائق الأولى، تلعب الجانبية عن طريق فؤاد الزواني في خطأ، تغطية بعد ذلك عائدة برازيلية، محاولة الخروج بالكرة. هنا المتابعة من ياسين استرجاع كرة بسرعة عن طريق فؤاد الزواني. بيودو باعوف يعيد لي يانيس بن شاوش، حارس مرمى موناكو. طبعا نتكلم عن منتخب البرازيل على فكرة، فهو ثاني أكثر المنتخبات إحرازا على اللقب العالمي، 5 مناسبات
83 85 93 2003 ثم اخر الالقاب كانت في 2011، يعني 14 سنه على اخر لقب حققه المنتخب البرازيلي. طبعا هو الثاني بعد منتخب الارجنتين اللي حقق 6 القاب اخيره في 2007. مشاهدينا الكرام، بطل النسخه الماضيه هو الاوروغواي. لاحظ السيطره لمدرسه امريكا الجنوبيه بين الارجنتين والبرازيل ومنتخب الاوروغواي، لكن السيطره في مجموعه الالقاب امريكا الجنوبيه في صراع مع منتخبات الاوروبيه. مشاهدينا الكرام، يعني في منتخب وحيد خارج اوروبا وخارج امريكا الجنوبيه فاز باللقب. يتعلق الامر بمنتخب غانا، بينما الكره البينيه غانا في 2009 حقق اللقب، والمنتخب الوحيد خارج اوروبا وامريكا الجنوبيه اللي فاز باللقب العالمي تحت 20 سنه. طبعا كل شيء يبقى ممكن. هل هذه النسخة ستشهد بطلا خارج أوروبا وخارج أمريكا الجنوبية؟ وكلنا أمنيات لما لا المنتخب المغربي يصبو نحو هذا الهدف خطوة بخطوة. صحيح هذه البدايات فقط. قالوا جميعا بأن هذه المجموعة هي حديدية، مجموعة الموت، المجموعة الصعبة، المجموعة التي سيعاني فيها المنتخب المغربي، ولكن رسائل الاطمئنان ورسائل قوية بعثت في المباراة الأولى بين المنتخب المغرب. مهما كانت الصعوبات ومهما كان حجم هذه المجموعة والمدارس القوية المتواجدة فيها، ولكن سيركب التحدي وسيدخل هذا التحدي وسيلعب من أجل أكيد إسعاد الجماهير المغربية ومن أجل تحقيق إنجاز سيكتب فيه التاريخ إن شاء الله. الكرة للأمام، عايدة مغربية عن طريق لاعب حسام الصادق. يانيس بن شاوش، يانيس ترسل بعد ذلك إلى التماس لفائدة المنتخب البرازيلي. ستلعب الكرة. منتخب برازيلي مشكل طبعا من الأندية التي تزاول في الدوري المحلي على مستوى فئة الشباب: بالميراس، فاسكو دا جاما، كروزيرو، اتلتيكو باراناينسي، انترناسيونال، ثم نادي بالميراس. ذكرت بالميراس، وفي بعض اللاعبين على فكرة قادمين خارج البرازيل كسبورتينغ لشبونة وتشيلسي، إضافة إلى نادي فيتوريا كيما. هذه الكرة للأمام، تغطية بشكل جميل ومرور هنا بلمسات، مراوغة ممتازة. فؤاد الزهواني هنا ضيع الكرة، تعود برازيليا تسديدة، ولكن باعوف، برافو باعوف، برافو باعوف يتصدى لهذه الكرة إلى الركنية الأولى لفائدة الكرة على القائمة الثاني، ممكن مرفوعة الرأسية. بعد ذلك الدفاع يتدخل، عادت لعثمان معمة. هذا عثمان معمة يحاول، زالت عنده الكرة، واصلة بعد ذلك لحسام الصادق. الصادق ياسين، الصادق ياسين، ياسين ياسين جسيم، جسيم جسيم. عثمان معمة يتفنن، عثمان معمة على الطريقة لنقول البرازيلية، هي الطريقة المغربية بصورة مميزة. هكذا نعم يكتب التاريخ عثمان معمة بصورة وبطريقة اللاعبين الكبار. هكذا جسيم، وعلى الطاير على الطاير على الطاير على الطاير، جابها عثمان، حطها عثمان، وضع في الشباك عثمان. 1-0 1-0. لا تقول لي سامبا ولا تانغو، هذه الطريقة المغربية، هذه اللمسة المغربية، هذا الإبداع المغربي يا عثمان يا معمة. خرافي خرافي خرافي، هدف من الطراز العالي يا عثمان يا معمة، سيبقى في الأذهان يا عثمان بالصورة الرائعة وبالطريقة الفنية الرائعة. وأمام من؟ أمام منتخب البرازيل. يا سلام
يا سلام، سلم يا عثمان يا نيمار. حموني عبر، حموني انطلق، حموني هنا في لقطة جميلة جدا يمرر الكرة في اتجاه ايمن. جسيم الحموني. اضرب يا الحموني، ماذا تنتظر؟ هل رأيتم حجم التفاعلات والتشجيعات؟ الكرة يا جسيم الثاني. ياسر السابيري يصل الشباك البرازيلية. ما أجمل الصورة، ما أروع الصورة. هكذا يسجلون، هكذا يتقدمون، هكذا يؤكدون. نعم، وإن تعلق الأمر بالبرازيل نحن قادرون، نحن فاعلون الانتصار، نحن قادرون على الانتصار. السابيري نعم يضرب الثاني، السابيري يضرب الثاني. هذه الإعادة مرة أخرى. لمسة من جسيم الحموني والسابيري. سابيري عينك على السابيري. جسيم نفتك بإصرار كبير، الوضعية سليمة والهدف مشروع. 2-0 للمنتخب المغربي. شوف جسيم يقاتل. قتالية كبيرة لجسيم، قتالية كبيرة. ربح يا ناس، ربح كبير للكرة المغربية. تذكروا هذا الاسم، ياسين. جسيم جابها، ياسين عادها، ياسين مررها، والسابيري حطها في الزاوية البعيدة. 2-0. نعم، صدقوا أو لا تصدقوا، المغرب أمام البرازيل 2-0. هنا في مونديال الشيلي، هنا في بطولة العالم، هنا مع الكبار. والمغرب أصبح من الكبار وأصبح من الرواد. نعم، قولا وفعلا أصبح من الكبار قولا وفعلا. فاز على إسبانيا والآن هو متقدم 2-0. برافو يا شباب، برافو يا شباب. في تغييرات قادمة. نعم، الجميل أنه